وطبعا جبنا اوراق من بعض الاحزاب مشكوره ان دي قافله راحه لغزه، وانها مش جايبه الادويه دي عشان تتاجر فيها. بس احنا بنقول لهم مهما حاولتوا تضيقوا على القافله الدوائيه اللي جمعها الشعب المصري طالعه وهتوصل للمعبر، وهتعدي الغزه. وعشان كده قبل ما اقول البيان الختامي، انا في الحقيقه بقالي اسبوع في حاله انبهار من اداء الحمله الشعبيه لدعم الانتفاضه الفلسطينيه اللي قايمه على اكتاف شبابنا وبناتنا، وبحيي بالاساس بنات هذه الحمله. عمل دؤوب كل يوم المقر المؤقت هذه حمله مستقله، حتى الاعضاء فيها من احزاب هم اعضاء بشخصهم، والحمله لها اداره مستقله بعيدا عن كل الاحزاب، وبتاخد قرارها لوحدها بعيدا عن كل الاحزاب، وليها مقر مؤقت في القاهره، وكل الاحزاب فتحت ليها مقرات في المحافظات. مقرها المؤقت في القاهره حزب العيش والحريه تحت التاسيس. كل يوم لمده اسبوع فقط بنلاقي اوضه بتتملي بالادويه لحد المقر ما بقى مقفول، لان مفيش مكان نحط فيه ادويه. هو ده الشعب المصري. الشعب المصري لما بيحس بقضيه حقيقيه بيقف ويتضامن معاها. والقافله تم جمعها بدون ما رجل اعمال يتبرع. القافله تم جمعها من الشرفاء، من ابناء ثوره 25 يناير، من المؤمنين ان في مقاومه في فلسطين، وان عدونا واضح وعدونا واحد هو الكيان الصهيوني فقط، وهيفضل هذا الكيان عدو لينا ومش هنعترف بيه.